يعني رضينا بالهم والهم مرضيش بينا. الراجل الافغاني بتاع المطعم الفرايد تشيكن غيرني عشان كسرت له القفل. انا روحت يوميها الشقه وانا زعلان جدا. في واحد من المصريين هناك قال لي بقول لك ايه، تشتغل مكاني؟ قلت له انت بتشتغل ايه يا معلم؟ قال انا بشتغل في نيويورك، هو مشوار طويل شويه بس هتعمل فلوس حلوه. قلت له ماشي. قال لي هتشتغل على عربيه هوت دوج عند واحد مصري وهيديك $420 في الاسبوع. الكلام ده كان من اكتر من 25 سنه، فلما سمعت الرقم ده اتوهمت. قلت له طبعا اشتغل. قال لي هو منهاتن وعلى هاتسون ريفر على طول وحته حلوه قوي وهتنبسط كده. اشتغلت مع الراجل دوت بقيت الصيف كله وعملت فلوس كويسه جدا، ولكن للاسف جت باضرار على صحتي. واكتشفت بعد كده ان انا بشتغل ال7 ايام كلهم وحوالي 14 ساعه في اليوم. انا بنصح كل الشباب المصري اللي جاي امريكا ما يستعفاش نفسه ويتك على صحته. لحد النهارده عندي مشاكل في ظهري بسبب الحاجات التقيله اللي كنت بشيلها. محدش هيهتم قوي انت صحتك عامله ازاي ولا انت تقدر تشيل ولا لا، المهم ان الشغل يحصل. حاول ان انت ما تستعفاش وتتك على صحتك قوي. لما اشتغلت بقى على عربيه الهوت دوج ديت فعلا استمتعت بامريكا اللي قلت لكم عليها. كنت شايف قدامي منهاتن وتمثال الحريه وكل الحاجات الجميله بتاعت نيويورك. المهم الصيف خلص، رجعت مصر وانا محوش $2000. ولما جيت بقى الصيف اللي بعده امريكا هقول لك بقى عملنا ايه الحلقه الجايه، استناني.